اهلا وسهلا بكم كل حضور متابعين قناة الاسلامية المتميز للارانب والاعلاف. طبعا اليومين دول يومين حر واحنا خلاص دخلنا على الصيف. هنفهمكم كذا معلومة كده وما تروحش بعيد. الفيديو دي مهم جدا 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 عشان تعدي الصيف لو عندك مشاكل تأثير الحر، وبعد كده تعمل حساب في ايه ارتفاع جاي بعد كده. الفيديو ده مهم جدا يا جماعة، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تفوق لايك على الفيديو، ولو عندك اي استفسار اكتبوا لنا في تعليقات القناة. وان شاء الله الناس اللي بتزورنا جديد اللي عايز يشترك في القناة على دماغي من فوق. طبعا احنا عايزين نعدي من موسم الصيف لانه موسم متعب وبعض الناس بيجي لها مشاكل كتير، بالذات الناس طبعا مشاكل الصيف تختلف عن مشاكل الشتاء. يعني مشاكل الشتاء يا جماعة ممكن تريح دماغ خالص، هي المشاكل الشتاء طبعا ممكن البرد، ممكن برضو حاجات تانية زي الانتفاخ والكوكسيديا. طبعا احنا دلوقتي خلصنا الموضوع ده وهنخش على موضوع الصيف، اللي احنا في الفترة ده هنعمل ايه عشان خاطر ننتج ارانب كويسة وعشان نعرف نربح عشان العلف في الغلو. وخليكم في الفيديو واسمعوا هنعمل ايه عشان نعدي ارتفاع درجات الحرارة، وايه المطلوب منك انك تتجنبه اليومين دول والفترة دي عشان تعديها امين وسليم باذن الله. اهم حاجة يا جماعة في تربية الارانب زي ما قلنا كذا مرة، التهوية اهم حاجة. التهوية تكون مظبوط زي ما انتم شايفين، فاتحين نص الشباك والنص التاني مقفول. وطبعا زي ما انتم شايفين الارنب جو هادي وجو مية مية. ده اول حاجة تخلي بالك منها، التهوية. التهوية هي اللي بتخلي لك الارنب زي ما انتم شايفين كده، الارنب فريش معاك، وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين الدنيا مظبوطة. طبعا زي ما وريتكم التهوية يا جماعة، برضو تاني شيء الشفاطات بتاعة المزرعة بتاعتك تكون شغالة باستمرار بالزيت في عز النهار يا جماعة. طبعا فتحة الشباك زي ما انا وريتكم كده، شباك المزارع بيتفتح نصف او الشباك السبعات يا جماعة، كل واحد على حسب المكان ما بيعمله وعلى حسب المكان. طبعا التهوية زي ما وريت لحضراتكم جزء بسيط من التهوية، والشفاطات تكون شغالة لو انت مش عندك. لقحنا بالليل الامهات والدنيا ظبطت معانا والدنيا حلوه، هيبدا في انتاج
لان الام بالليل بتبقى طالبه تلقيح، بتكون التهويه مظبوطه، بتخلي الذكر والانثى يعرفوا يلقحهم ويبقوا خفاف، ما يكونش الحر كاتم عليهم. بعد كده يا جماعه ايه اللي بيحصل بقى، اللي احنا لازم نعمله ولازم نفكروا كويس.